باشمهندس، اخبارك ايه؟ اهلا بيك، ازيك؟ اتفضل. بقول لك كنت محتاجك تستورد لي افرخ اكريليك كده من الصين. اكريليك اللي هي الشفاف ولا اللي الالوان؟ الشفافه اللي بتتعلق على الابواب دي. طيب تمام، حضرتك تتفرج على صاله العرض عندي وشوف الخامه اللي انت عايزها. خلاص تمام. حضرتك ده هيتعمل مخصوص بالمقاسات اللي انت عايزها والمواصفات اللي انت عايزها، بيتصنع هناك بالمقاس اللي احنا عايزينه. ايوه، ما انا عايز الفرخ من دوت يبقى عامل 2 في 4. تمام ماشي. طيب حضرتك محتاج اللون ده بس؟ لا يعني هنجيب مثلا من كل لون من دول فرخين. من كل لون فرخين؟ زي الفل. بص حضرتك يا باشمهندس احمد، انت عشان تصنع شغل في الصين لازم يبقى على الاقل مثلا نص حاويه او حاويه، لان ده بيتصنع مخصوص بمواصفات معينه. ما ينفعش مصنع يصنع لك فرخين، لازم حضرتك تطلب كميه كبيره عشان تقدر تاخد سعر كويس. لو هنطلب مثلا من كل لون من دول 5 تفرخ. بص يا استاذ احمد، انت حضرتك هتطلب كميه عشان نقدر ناخد فيها سعر كويس، لازم كميه كبيره. تمام. ما ينفعش فرخين او 3 او 5 تفرخ، لازم على الاقل نص حاويه من الخامه دي، لان الخامه دي بتتصنع لحضرتك مخصوص، احنا ما بنشتريش قطاعي. ايوه. عشان تقدر تاخد سعر كويس، لان في مواصفات كتير بتحتاج لجوده عاليه، فديت مش هيصنع لك منها كميه صغيره. طب شور عليا من وجهه نظرك اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نجيب مبدئيا نص حاويه، بس خلي بالك ان انت هتصنع مقاسات مخصوص، ما ينفعش ان احنا نيجي في نص الطريق ونقول مش هنكمل. ايوه، ما زي ما انا قلت لك عايزها 2 في 4 ويكون لها زوايا معينه. هنتفق في نص حاويه مبدئيا. تمام، ونجيب لحضرتك الشغل. شايف ان نص حاويه كتيره شويه عليا؟ دي اقل حاجه ممكن المصنع يصنعها عشان نقدر نوصل لسعر كويس. خلاص تمام، مفيش مشكله، اللي انت شايفه صح انا معاك. تمام ماشي يا باشمهندس. ماشي يا باشا، على البركه. تسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عامل ايه هندسه؟ مهندس اخبارك ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. انا كنت عايز الغي الصفقه وكنت عايز فلوسي. خير، ايه اللي حصل؟ عندي ظروف وعايز فلوسي. ايوه، ايه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجه، عندي ظروف وعايز فلوسي وعايز ارجع فلوسي. باشمهندس احمد، احنا صنعنا الشغل هناك في الصين، والمفروض ان الشغل خالص، والمفروض ان احنا نستلمه عشان نجيبه. انا زي ما بقول لك انا عايز فلوسي. يا باشمهندس احمد، ممكن ثانيه؟ مفيش ثانيه، انا عايز فلوسي، عندي ظروف وعايز فلوسي دلوقتي. يا باشا احنا صنعنا الشغل بمواصفات حضرتك طالبها، ما ينفعش. ماليش في دعوه بالكلام ده كله، انا عايز فلوسي دلوقتي. طب انا اجيبها لك ازاي؟ الشغل اتصنع. ماليش دعوه بقى، انا عايز فلوسي دلوقتي يا اما هعمل جنايه هنا. طبعا كلنا لازم نخلي بالنا واحنا بنطلب شغل. لو انت حبيت تستورد، اول حاجه ان انت لازم تطلب كميه كبيره عشان ان انت تقدر تاخد سعر كويس، لان في تكاليف ثابته بتضاف على المنتج. لو انت هتطلب كميه صغيره هتخسر. طب انا طلبت كميه كبيره، تاني حاجه لازم تتاكد وتعيد حساباتك مره واثنين وثلاثه، وتعرف السوق بيشتغل ازاي والاسعار ازاي، عشان لما تيجي التكلفه عليك وتستلم شغلك او تيجي تتعاقد في شغل هتقدر ان انت تكمله. ما ينفعش تقف فيه، لان المصنع بيصنع بمواصفات معينه. ما ينفعش بعد المصنع ما يصنع نوقف انتاج، بالذات ان هو خلص الانتاج بتاعه بالمواصفات بتاعتي، مش هيرضى يديني فلوسي. يبقى لازم اتاكد كويس قوي قبل ما اعمل صفقه، بالذات استيراد من الصين. عشان ما تخسرش فلوسك لازم تعيد حساباتك مره واثنين وثلاثه، وتحسب تكلفتك كلها لحد المنتج ما يجي هنا. عشان ما ينفعش نخلي المصنع يصنع ويخلص انتاج وبعدين نقول مش عايزين الشغل. زي بالظبط كانك بتعمل اوضه نوم بتفصلها عند نجار، فصل لي بمقاسات معينه وخامات معينه، وبعد كده اقول له لا 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 مش عايز، انا عايز فلوسي. طبعا ده مش صحيح. خلي بالك عشان ما تخسرش. ولو عايز تعمل دراسه جدوى لاي منتج وتعرف المنتج ده هتقدر تكسب منه ولا لا لحد هنا، تقدر تشرفنا في شركه علاء الدين، احدى شركات محمود عرفه، عشان تساعدك في دراسه الجدوى وتساعدك ان تعرف المنتج ده هيقدر يكسبك او هيخسرك لحد هنا.